بيبدأ فيلم النهاردة بجيف وهو سايق على الطريق الصحراوي مع إيمي مراته نايمة جنبه، وفي اللحظة دي بيحاول إنه يجيب كوباية القهوة من وراه، بس بسبب كده ما بيكونش منتبه للطريق، ولما بيلف وشه الناحية التانية بتقابله عربية وكان على وشك إنه يخبطها، بس بيقدر إنه يتفاداها في اللحظة المناسبة. ساعتها طبعا إيمي بتصحى مخضوضة وبتطلب منه يرتاح شوية من السواقة بدل ما يحصل مشكلة، وهو لما بيلاقي محطة بنزين كده بيركن علشان يرتاح فيها شوية. أول بقى ما العربية اللي جنبهم بتمشي بيجي إيريل صاحب العربية اللي ظهرت قدامه فجأة، وبيقوله إنه واضح عليه إنه من طبقة عليا وشخص مستهتر مش همه الفلوس ولا أرواح الناس، وبيتهمه بإنه كان بيحاول يخبطه. فبيستغرب جيف لأن هو اللي طلع قدامه أساسا، بس عامة بيتأسف له لأنه ما بيكونش عاوز يعمل معاه مشكلة. وقتها بيمشي إيريل وهو متعصب، ولما إيمي بتشوف اللي حصل ده وبتسأل جيف بيعرفها إن الموضوع مش مستاهل توتر ولا قلق، وبيخليها تركب العربية وبيكملوا طريقهم. ساعتها بقى بنلاحظ إن جيف بيسوق بسرعة عالية جدا وبيبص وراه كتير كأنه خايف، بس بيرجع يتجاهل الموضوع وبيسألها عن الحاجات اللي جابتها من السوبر ماركت، لكن فجأة العربية بتعطل منهم وبتسخن بشكل كبير، فبيركن على جنب بسرعة لأنه ما بيكونش قادر يتحكم فيها. لما بينزل بقى وبيفتح الكبوت علشان يشوف ايه اللي بيحصل ما بيكونش فاهم أي حاجة، فبيرجع مرة تانية لعربيته وبياخد التليفون وبيحاول يتواصل مع أي حد، لكن للأسف بيكون خارج نطاق الشبكة وما بيقدروش يكلموا أي حد يساعدهم. وقتها بتقرر إيمي تشوف العربية مالها بالظبط، بس بتكتشف إن في حاجة غلط بخصوص سحب البنزين، فبيقعدوا كده بما إن مفيش حاجة يعملوها يعني يدردشوا شوية ويهزروا، لحد ما فجأة بيعدي من جنبهم إيرل بالعربية بسرعة عالية جدا، وفجأة بيلفها بحيث إنها تكون ناحيتهم كأنه ناوي يجري عليهم يخبطهم. وساعتها جيف بيتوتر شوية لأن معاه مراته، لكن لحسن الحظ بتظهر من وراه شاحنة كبيرة فبيوقفها، وساعتها إيرل وصاحبه بياخدوا نفسهم وبيمشوا. لما بينزل ريد بقى صاحب الشاحنة ده بيطمن عليهم وبيبدأ يزق معاهم العربية كمان على أمل إنها تشتغل وتدور، لكن برضه للأسف ما كانش فيه أي فايدة. المهم لما بيعرف بعطل عربيتهم بيفهمهم إنه ما بيفهمش قوي في العربيات الحديثة، وبيقترح عليهم يوديهم أقرب مطعم من هنا، وهناك في تليفون عمومي ممكن يستخدمه في إنه يتواصل مع مقطورة تسحب عربيتهم وتطلعهم من المكان اللي هم فيه. الفكرة دي بتكون كويسة بالنسبة لجيف، لكن في نفس الوقت ما بيقدرش يسيب عربيته لوحدها في الطريق لحسن حد يسرقها ولا حاجة، وخصوصا كمان إنه لسه بيدفع في قسطها، وعلشان كده بيقرر يخلي العربية تبرد شوية على أمل إنها بعد كده تشتغل بشكل طبيعي. فبيسيبه رد على راحته وبيروح للشاحنة يركبها علشان يمشي، لكن ساعتها إيمي بتتكلم مع جيف وبترد عليه تروح مع رد للمطعم، وهناك هي تكلم المقطورة تيجي تسحبهم، وهو يفضل قاعد هنا في العربية مخلي باله منها. فبيفكر جيف في الموضوع وبيوافق، وبعد كده بياخدها رد وبيمشي على طول. بيفضل جيف بقى في عربيته طول النهار مستني أي مقطورة تظهر قدامه، لكن بعد مدة طويلة كده ما بيلاقيش أي حد، فبينزل يشيك على عربيته من أول وجديد، وساعتها بيلاقي أسلاك من تحت كده مش متوصلة ببعض، وحاجة زي كده بتخليه يستغرب لكنه بيوصلها من تاني، وأول ما بيلاقيها بردت شوية بيحاول إنه يشغلها، وبالفعل بتشتغل، فبيفرح جدا وبيكمل الطريق ناحية المطعم. بعد شوية وقت بيوصل لهناك وبيدخل يدور على إيمي، لكن للأسف ما بيلاقيهاش في أي مكان، وده بيخليه مستغرب جدا وبيسأل صاحب المطعم عليها وبيديله مواصفاتها، بس الراجل بيفهمه إنه بيجيله زبائن كتير كل يوم بمواصفات قريبة من مراته، وأكيد يعني مش بيركز معاهم كلهم. فبيسأله عن ريد وبيديله مواصفاته هو كمان، لكن برضه ما بيبقاش شاف حد قبل كده شبهه أساسا ولا عدى من هنا. فبيرجع يسأله لو كان في أي مدينة قريبة، ساعتها بيطمنه وبيديله الاتجاهات اللي هيمشي عليها علشان يوصل لها. بعدها بيطلع جيف بره المطعم وبيبدأ يتوجه لهناك، وبيبقى وقتها ماشي في الطريق بشكل طبيعي لحد ما بيلفت انتباهه الشاحنة من بعيد وهي ماشية في اتجاه تاني، فبيستغرب وبيروح لحد عندها وبيفضل يحاول يوقفها بأي طريقة، بس فجأة بتظهر قدامه عربية على وشك انها تخبطه، فبيتخض وبيلف بسرعة شمال وبيتفاداها، وبالنسبة لرد فبيتجاهله تماما، وساعتها بقى ما بيكونش قدامه غير خيار واحد بس وهو انه يقف قدامها. بعد كده بينزل من عربيته علشان يتكلم معاه وبيسأله عن إيمي، لكن بيتصدم لما رد بيقول انه عمره ما شاف مراته قبل كده ولا يعرفها اصلا، وبيزيد من الشعر بيت كمان لما بيقول له انه ما يعرفوش هو كمان واول مره يشوفه اساسا. وقتها بيتجاهله جيف وبيروح بنفسه يشوف المقعد اللي جنبه، بس بيلاقيه فاضي خالص، ووقتها بيشوف عربيه شرطه جايه عليهم كده بالصدفه من بعيد، فبيشاور لها لحد ما بتقف، وهنا جيف بيطلب مساعدة الضابط في انه يجيب له حقه ويلاقي له مراته، وبيعرفه كل اللي حصل معاه من اول اليوم. فبيقرر الضابط انه يفتش العربية بنفسه سواء من قدام او صندوق الشاحنة من ورا،
لكن للأسف برضه ما بيلاقيش أي حاجة، وبكده ما يبقاش على رد أي شبهة، وبيعرفه كمان إنه يقدر يمشي لو عاوز. فبيتعصب جيف جدا وبيحاول إنه يتهجم على رد، لكن الضابط بيمنعه وبيأكد له إنه لو حاول يعمل حاجة زي كده تاني هيعتقله. وبخصوص الشاحنة فهي فاضية تماما وما فيهاش حاجة تستدعي للشك. بس فجأة بيجري جيف بنفسه يفتش الشاحنة علشان يتأكد، وبيروح وراه الشرطي برضه وبيعرفه ان احتمال كبير تكون هي قررت تسيبه وتبعد عنه، وبيفهمه ان الحاجات دي بتحصل كتير خاصة لو كانت متخانقة معاه ولا حاجة وممكن تكون اتخلت عنه. وعامة وقتها بياخد رد نفسه وبيمشي. وبالنسبة لجيف فبيروح مع الضابط لعربيته، وهناك بيقول له انه مصدقه بخصوص اختطاف مراته، لكن ممكن يكون ما كانش منتبه للشاحنة اللي ركبت فيها واتلخبط. وبيرجع يشاور له على اتجاهات مدينة براكت، وبيقول له على اسم المساعد بتاعه ومركز الشرطة، وبينصحه يروح لهناك ويقدم بلاغ ان مراته مفقودة، وساعتها افراد الشرطة هتعمل اللي تقدر عليه علشان تلاقيها. وبيركب عربيته بعد كده وبياخد بعضه وبيمشي. على طول بيروح جيف لهناك وبيدي للمساعد صورة إيمي، فبيعرفوا انهم هيبدأوا يدوروا عليها. وبيفضل يتكلم مع جيف بخصوص حالات الاختفاء اللي بتحصل كل سنة، بس اول ما بيلاحظ انه مش منتبه اصلا بيبص في صورة المفقودين كده وبيعرف انه مضغوط. فبينصح جيف يرجع للمطعم تاني يرتاح شوية، ولو حصل حاجة جديدة هيبلغوه فورا. بمجرد بقى ما جيف بيرجع للمطعم مرة تانية بيسأل صاحب المطعم تاني لو كان شاف مراته أو جت هنا الفترة اللي فاتت، واللي ساعتها بيبص لجيف باستغراب وبيعرفه إنها لو كانت جت كان قال له بمجرد ما دخل من باب المطعم. ووقتها كمان واحد من اللي قاعدين بينصحه إنه يدور عليها في حمام السيدات يمكن يلاقيها، فبسرعة بيروح على هناك فورا. لكن للأسف برضه إيمي ما بتبقاش موجودة، فبيطلع منه بسرعة. لكن ساعتها بيلاحظ إن صاحب المطعم بيسجل أسامي اللي دخلوا وطلبوا حاجة منه في ورقة، فبيطلب وقتها منه انه يوريله الورقه دي علشان يتاكد من حاجه. لكن الراجل بيرفض وبيعرفه انه مش مجبر يوريله اي حاجه لانه مش ظابط ولا من جهه خاصه، علشان وقتها يتعصب جيف عليه ويقول له ان ده الشيء الوحيد اللي هياكد له ايمي جت هنا ولا لا. وبيخطف من ايده الورقه وبيفضل يقلب فيها، لكن للاسف برضه مش بيلاقي اسمها ولا حاجه. وفجاه كمان صاحب المطعم بيطلع من تحت الترابيزه مسدس وبيوجهه ناحيته وبيعرفه انه جاب اخره منه خلاص. فوقتها بيجري جيف بره المطعم على طول علشان ما يحصلش مشاكل، ويحاول يدور على إيمي في أي مكان تاني. وبالصدفة بعدها بيلاقي تليفون عمومي فبيستخدمه وبيحاول يتواصل مع الشرطة علشان يبلغ على صاحب المطعم اللي وجه عليه السلاح. بس في اللحظة دي بيشوفوا بيلي وهو بينظف عربيته، وأول ما بيسمع جيف وهو بيتكلم مع الشرطة بيجيله وبيأكد له انه عارف مكان مراته فين ومين اللي خدها كمان، لكن لو عاوز ينقذها فعلا ما يبلغش الشرطة لانهم متعاونين مع العصابة اللي خطفوها. فبيسألوا جيف عن المكان اللي بيقول عليه ده، فبيديله الإحداثيات والمكان بالظبط وبيكون بالقرب من النهر. بس فجأة وقتها واحد من اللي في المطعم بيطلع يبص عليه، فبيخاف بيلي وبيسيب جيف وبيمشي. لكن جيف مش بيستسلم بالسهولة دي وبيقرر يروح للمكان اللي قاله عليه بكل سرعته. وأثناء ما كان في الطريق بيتصل بستيف صاحبه اللي ليه معارف في مكتب FBI وبيطلب منه يساعده، لكن المشكلة إن ما كانش فيه شبكة في المنطقة وبيقطع التواصل بينهم. بيكمل جيف بقى طريقه لحد ما بيوصل لمكان مسدود كده وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، لحد ما فجأة بيظهر إيرل بعربيته وبيركن وراه وبينزل منها وهو معاه بندقية وبيهدد جيف لو ما سلموش العربية هيقتله. فبيتوتر جيف جدا وبيبدأ يسوق العربية لورا، بيكسر الحاجز الحديدي وبيحاول انه يهرب، لكن إيرل مش بيسيبه وبيروح وراه. وبيحصل وقتها بينهم مطاردة شرسة جدا لحد ما بيبقى قدام جيف طريق مسدود، فبيضطر ياخد اتجاه النهر وللأسف بيقع فيه بالعربية وبيحاول بعد كده انه يهرب. إيرل بقى لما بيشوفه كده بيطلع من معاه لاسلكي وبيبلغ فريقه انه بيحاول يهرب، وبيرجع ياخد بندقيته وبيحاول يصيبه وهو في المية. لكن لحسن الحظ جيف بيكون سباح محترف وبيقدر يشتته وبيتفاداه بسهولة وبيهرب كمان في الآخر بأعجوبة. في اللحظة دي بيجي ريتش صاحب إيرل وبيبقى متعصب لأن التاني هرب، لكن إيرل بيهديه وبيعرفه إن ده مش مهم حاليا، وبيبدأوا يوصلوا آلة سحب بعربية جيف علشان ياخدوها ليهم ويسرقوها. وكل ده بيحصل قدام جيف وهو قاعد على التل فوق وشاف كل حاجة، لكنه طبعا مش قادر يتكلم. فجأة بقى بيسمع صوت حد وراه، وأول ما بيبص كده بنشوف بيلي وهو بيضربه بكل قوته على راسه وبيخليه يغمى عليه. وبعد فترة لما بيصحى جيف بيلاقي قدامه بيلي وإيرل اللي بيكونوا كلهم متعاونين مع بعض وشلة واحدة، وساعتها كمان ما بيدلوش بيلي فرصة يفوق وبيضربه. وبيرجع يقوله بخصوص مراتك فمش هتشوفها تاني إلا لما تديلهم فلوس، وقال له كمان ما يحاولش يكذب عليهم ويقول له معهوش، لأنهم استجوبوها واتأكدوا إنه شايل فلوس في البنك وبيسألوه عن المبلغ وهم موجهين ناحيته السلاح. فبيقول له إنه معاه 90,000 ودول كل اللي بيمتلكهم.
فوقتها بيديهم رئيسهم الامر انهم يسيبوه. فبينزل جيف من العربيه علشان يقابله، وبيتفاجئ لما بيكون ريد وبيساله اشمعنى هما بالذات، فبيتجاهله وبيخليه يقرب اكتر لحد ما بيوصلوا للحافه، وبيوري الجيف المدينه من فوق ومكان البنك اللي فيها بالظبط، وبيطلب منه يسحب ال90,000 ويجي يسلمها لهم، ده في حاله يعني انه كان عاوز يشوف مراته مره تانية. وبيهددوا انه لو حاول بس يعمل اي حاجه من وراهم زي انه يبلغ او يحكي للشرطه هيعرفوا بسبب اجهزه التصنت اللي زرعوها فيه وهو مغمى عليه ومش هيعرف مكانها. وبكده مفيش اي خيار تاني قدام جيف غير انه يسمع الكلام، وبياخد نفسه وبينزل للمدينه وتحديدا للبنك. واول ما بيدخل بيتكلم مع المدير وبيفهمه انه عاوز يسحب مبلغ من فلوسه، والمدير لما بيعرف المبلغ بيبدأ يجهزه له على طول، لكن في نفس الوقت ده بيبقى مستغرب شكله، وبيعرفه ان لو في اي مشكلة معاه ممكن يساعده والافضل انه يحكي. بس بيفتكر جيف كلام رد بخصوص اجهزة التصنت، لكن برضه بالرغم من كده بيقرر يجازف وبيكون على وشك انه يحكي، لحد ما فجأة بيدخل شخص مشبوه للمكان، فبيسكت خوفا من انه يكون مع العصابة ويقول لهم انه اتكلم. المهم وقتها بيقوم مدير البنك يحضر له الفلوس في شنطة، وبيدخل بعد كده جيف الحمام وبيبدأ يدور على اي حاجة ياخدها يدافع بيها عن نفسه، بس للأسف لما ما بيلاقيش بيستسلم لقضاه، ولما بيطلع بيقعد تاني مكانه، لكن ساعتها بيخطف سكينة المدير بسرعة في جيبه من غير ما حد يشوفه. وبعد ما الفلوس بتجهز بياخدها جيف وبيمشي على طول، بس فجأة وقتها بيسمع صوت التليفون العمومي وهو بيرن، فبيرد بسرعة واللي بيكون رد معاه، فبيطمنه انه جاب له الفلوس زي ما طلب منه. والتاني وقتها بيديله التعليمات الجديدة والمكان اللي هيروح عنده، وهناك هيلاقي عربية يركبها من غير ما يتكلم. بيبدأ جيف يكمل مشي بقى لحد ما بتظهر قدامه عربية فعلا، وبيركب وقتها مع إيريل اللي بيطلب منه يحط الفلوس الأول، بس لما بيرفض جيف لأنه عاوز يعرف مكان مراته، ساعتها بيطلع إيريل من معاه مسدس وبيهدده، فبيسكت جيف وبيسمع الكلام، وبيربط كمان إيريل إيده بشريط لحام قوي جدا، وبياخده بعد كده معاه وبيمشوا. في الطريق بقى بيفضل جيف يترجاه انه يخلي ريد يطلق صراحة لانه نفذ الجزء بتاعه من الاتفاق، فبيبص له إيريل كده وهو بيضحك وبيضربه علشان ما يتكلمش تاني، وبيتصل بريد وبيعرفه ان كل حاجة تمام زي ما كان عاوز، وبيطمنه انه جاي في الطريق. في اللحظة دي بقى بيستغل جيف انشغاله وبيبدأ يطلع من معاه السكينة من غير ما ياخد باله، وبيحاول يفك نفسه، وبيبدأ إيريل يكلمه وبيعرفه انهم ما اختارهمش كده بالصدفة، دول كانوا مراقبينهم من بدري وعارفين عنهم كل حاجة، وهم اللي عطلوا عربيته لما دخل السوبر ماركت. وبيبدأ بعد كده يطلع الفلوس علشان يشوفها، لكن بيتفاجئ لما بتكون كلها من فئة $1. ولما بيحاول يهجم على جيف، التاني كان قدر يفك رباط ايده وضرب إيريل بالسكينة في كتفه، وبحركة سريعة خد المسدس من ايده، وبسبب كده اختل توازن إيريل فبيوقف العربية. ساعتها بينزل فيه جيف ضرب لحد ما التاني ما بيقدرش يقاوم، وبعد كده بيربط ايده في رجله ورقبته في كرسي العربية، لكن ساعتها بيلاحظ ان في عربية قدامه وبينزل منها شخص يشوف ايه اللي بيحصل، فبيهرب جيف في الوقت المناسب قبل ما حد يشوف اللي عمله في إيريل. في الطريق بقى بيسأله عن مكان إيمي، فبيضطر انه يعترف خوفا منه، بس فجأة بيجي قدامه نفس الضابط اللي جاله من كام ساعة، ووقتها بيلاحظ فيه حاجة غريبة في العربية، ولما بيلف وبيروح وراهم جيف بيتوتر شوية، وعلشان كده بينزل من العربية وبيقول للضابط، بس بيتفاجئ لما الضابط بيوجه عليه المسدس وبيجبره ينزل على الأرض، وبيفضل مثبته ومش بيديله فرصة يتكلم. في اللحظة دي إيريل بيكون قدر يفك رباط إيده وبيطلع من جزمته مسدس صغير وبيضرب بيه الضابط في كتفه، فساعتها بيحاول جيف انه يهرب ووراه إيريل، بس فجأة الضابط بيضربه من ظهره وبيوقع إيريل على الأرض قبل ما يقتل جيف، وبيبلغ مركز الشرطة باللي حصل، وبيطلب له جيف الإسعاف، وبعدها بيركب العربية وبيمشي. بيروح بقى للمكان اللي قاله عليه إيريل، وهناك بيشوف ريد وهو بيتكلم في التليفون فبيستخبى وراه، ولما بيخلص مكالمته وبيمشي بيجري عليه وبيتشعلق في الشاحنة من تحت من غير ما يشوفه، وبيفضل بقى بالشكل ده طول الطريق لحد ما بيقع منه المسدس، بس ساعتها بيمسك بإيده في الحديد وبيقاوم الطريق كله لحد ما بيوصل بالليل لبيت ريد. هناك بقى بيكتشف انه متجوز ومخلف كمان، وبيسمعه وهو بيتكلم مع مراته بخصوص ان زمايله جايين ومش عاوز اي حد يقاطعهم علشان بيشتغلوا على مشروع في الشغل. وبعدها بيخلي ابنه ديكي يفتح له باب الحظيرة وهو بيروح يركن هناك، فبيستغل جيف الفرصة وبيطلع على ظهر العربية وبينط على البيت من فوق لحد ما بيدخل من فتحة سقف في الحظيرة. جوه بقى بيلاحظ كمية كبيرة من لوحات العربيات مرمية جنب بيغيرها ريد للشاحنة بتاعته دايما، فبيفضل قاعد كده مراقب كل حاجة لحد ما بعد شوية بتدخل شاحنة تانية للمكان، وبيقفل ريد عليهم علشان مراته ما تشوفوش. وهنا بقى جيف بيشوف بيلي وريتش وهما بيتكلموا، بيقولوا انهم كانوا المفروض يقتلوه هو ومراته لما جات لهم الفرصة، وبيبدأوا يطلعوا من الشاحنة دي إيمي لكن بتبقى محطوطة في كيس قماشي، فبيحاولوا وقتها انهم يصحوها لكن ما بيبقاش فيه اي حركة منها.
فبيشكوا انها ماتت من ريحة البنزين اللي بتبقى في الشاحنة، وعلشان كده بقى بيقرروا يتخلصوا منها. لكن لحسن الحظ قبل ما يرموها بتتحرك إيمي قدامهم، وده بيخلي جيف يرتاح ويهدى شوية ويفكر ازاي يقدر ينقذها. المهم بعدها الجماعة بيحطوها على الأرض وبيشيلوا الكيس، وهي لحسن الحظ وقتها بتقدر تشوف جيف من فتحة صغيرة في السقف، فبتبدأ تطمن. بس هو بعد كده بيشوفهم وهم بيدخلوها لقبو تحت الأرض، وبيطلعوا بعدها بره المكان كله وبيستضيفهم ريد في بيته. طبعا على طول بعدها بينزل جيف من على السقف وبيحاول انه يفتح القبو، بس للأسف بيكون مقفول بإحكام شديد وما بيقدرش يفتحه. فبيدخل بسرعة للشاحنة وبياخد مسدس ريد، وبيقرر انه يطلع من الحظيرة ويروح لبيته. وهناك بيدخل بكل سهولة من غير ما حد يحس بيه، وبيقتحم المكان عليهم وهو موجه السلاح ناحيتهم، وبيطلب من ريد مفتاح القابو. ساعتها مراته بتستغرب وبتسأله ايه اللي حصل، فبيحاول يفهمها جيف ان جوزها مجرم، لكن ريد بينكر. وفجأة ديكي بيظهر من ورا جيف بالبندقية وبيوجهها عليه، وبيعرفوا ان ابوه كان بيعلمه الرماية وهو صغير ويقدر يصيبه بسهولة. بس بحركة سريعة من جيف بيخبط البندقية، لكن بتطلع منها طلقة بالغلط بيتصاب بسببها ريتش في كتفه. ووقتها بيلي بيستغل الفرصة وبيهرب من الباب الخلفي. اما عن ريد فبيحاول انه ياخد البندقية من على الارض، بس جيف مش بيسمح له وبيثبته بالسلاح قبل ما يوصل لها. بيكون وقتها هو المسيطر على الوضع تماما، وعلشان كده بياخدهم واحد ورا التاني للحظيرة، وبيخلي مرات ريد تفتح القبو بنفسها، وطبعا بتتصدم لما بتلاقيه خاطف حد فعلا. ولحسن الحظ كمان بتكون لسه إيمي عايشة، فبيخليها جيف تطلع وبيديها الأمان. وبعدها بيجبر ريتش وريد وعيلته ينزلوا تحت في القبو، وبيقفل عليهم هو بالقفل من فوق. وقتها بتطمن إيمي لما بتشوفه، وهو ساعتها بيهديها، لكن بيعرفها ان في واحد منهم لسه حر وما يعرفش مكانه، فلازم تخلي بالها. وبيروحوا بعد كده ناحية عربية ريتش وبيحاولوا يهربوا بيها، بس للأسف ما بيبقاش معاهم المفاتيح، فبيضطروا يرجعوا تاني للبيت يدوروا عليها لحد ما بتلاقيها إيمي، فبياخدوها علشان يمشوا على طول. في اللحظة دي بيلي بيرجع للحظيرة مرة تانية بعد ما بيتأكد ان جيف مش فيها، وبيقدر وقتها يفتح القبو على ريد، واللي بيطلع بسرعة يركب الشاحنة بتاعته وبيمشي بأقصى سرعة ناحية جيف وإيمي. لكن هم لحسن الحظ بيقدروا يتفادوه وبيستغلوا الفرصة بسرعة وبيركبوا العربية، وبيقدر جيف يشغلها في اللحظة المناسبة قبل ما ريد يخبطه ويخلص عليه. وفي النهاية بيقدروا يخلعوا منهم أخيرا لحد ما بيوصلوا للطريق العام، وكانوا فاكرين إنهم خلصوا منهم خلاص، لكن بيتفاجئوا ببيلي وراهم بيضرب عليهم نار وهو راكب عربيته، وريتش من الناحية التانية بيزنق عليه وبيفضلوا محاصرينه لحد ما بيجي ريد بالشاحنة الكبيرة من وراه، وبيبقوا هما التلاتة جنبه ومش مديين له فرصة يتحرك. بس لحسن الحظ بيجي مطب مفاجئ لبيلي بيقلب عربيته، واللي لسوء حظه بتنفجر وبيموت في ساعتها، وريد وراه بيختل توازنه وصندوق الشاحنة ده بيتفك من مكانه، فبيخبط فيه ريتش بعربيته وبيموت هو التاني. لكن برضه رغم كده ريد مش بيستسلم وكان عاوز يقتله بأي طريقة، وفضل مكمل بقى يخبط في عربيته لحد ما بيزنقه ناحية النهر. لكن ساعتها أول ما ريد بيلاحظ إن عربية جيف اتحشرت في السور الحديدي، بيفضل يرجع ويتقدم بكل قوته في عربية جيف لحد ما بتتكسر ورجل إيمي بتتحشر جواها، وساعتها بتفضل تصرخ وهي خايفة. فبيطلع وقتها جيف من العربية وبيروح لريد وبيهجم عليه بكل قوته، وده بيخلي ريد يدوس أكتر على دواسة البنزين، فبتطلع الشاحنة فوق العربية وبتتعلق على السور الحديدي، وكان بينهم وبين النهر مجرد أمتار بسيطة. بيفضلوا بقى متعلقين في الهوا كده لحد ما ريد بيقدر إنه يتماسك ويطلع فوق الشاحنة، وبيجيب جنزير وبيضرب بيه جيف، لكن جيف بيقاومه لحد ما فجأة بيمسكوا منه وبيسحبوا بكل قوته، فبيقع ساعتها ريد جنب النهر على صخرة كبيرة. على طول بعدها بيروح جيف الإيمي وبينقذها وبيطلعها من العربية في اللحظة المناسبة قبل ما تقع في النهر، وهي وقتها ما بتصدق وبتترمي في حضنه وهو بيطمنها. لكن لما بيلاحظوا إن ريد لسه عايش بتبقى إيمي مصرة إنها تنتقم منه، فبتشغل عربيتهم بشكل تلقائي وبتخبطها في الشاحنة، واللي بتنزل على طول على ريد وبتقتله في الحال. واخيرا بيرتاح جيف وايمي من كل اللي مروا بيه، وبيقعدوا جنب بعض وهم مش مصدقين انهم لسه عايشين. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.